إلى محمد محي الدين من القاهرة لمتابعة الموقف المصري، متابعة مصرية لهذا المشهد كطرف وكوسيط مع تزايد ضغوط الوسطاء كما تابعنا في الفترة الأخيرة، ولكن أيضا التوتر والتصعيد ما بين الجانب المصري وما بين الجانب الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة. وربما هذا يفسر المساعي الأمريكية وتقرير أكسيوس اليوم عن العمل أو السعي من أجل قمة تجمع السيسي بنتنياهو بطبيعة الحال كما توقفنا قبل قليل. بالتالي ماذا في الصورة وماذا في المتابعة محمد؟ كي يتحقق هذا الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية يجب أن يتم اتخاذ عدد من الخطوات مسبقا لا تتعلق فقط بالحوافز الاقتصادية التي ذكرها موقع أكسيوس، ولكن هناك خطوات أخرى تتعلق بالجوانب الأمنية والسياسية. خلال الفترة الماضية شهدت العلاقات المصرية الإسرائيلية فترات توتر غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، وربما هذه التوترات تستدعي اتخاذ خطوات خصوصا من الجانب الإسرائيلي لمحاولة تهدئة هذا الأمر، خصوصا ما يتعلق بالتصريحات الأخيرة المرتبطة بمعبر رفح ومحاولة إسرائيل الحديث عن فتح معبر رفح من جانب واحد لخروج سكان قطاع غزة إلى باتجاه مصر دون تنسيق مع مصر كما ذكرت مصادر مصرية. هذا الأمر ربما يثير العديد من المخاوف المصرية وكذلك التوترات. مصر رفضت صراحة وقالت إن معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين. هناك دعوات متكررة مصرية خلال الفترة الأخيرة لضرورة والإسراع كذلك في تشكيل قوة استقرار دولية في قطاع غزة. ربما هذا أو هذه الدعوات المتكررة لها عدة أهداف جوهرية تتعلق بداية بأن تشكيل هذه القوى من شأنه تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، منع الانتهاكات المستمرة التي تجرى بشكل شبه يومي خصوصا من الجانب الإسرائيلي. أيضا من شأن تشكيل هذه القوى كما ترى مصر التي تريدها أن تكون قوة حفظ سلام ولن تكون قوة فرض سلام كما قال وزير الخارجية المصري، من شأنها أن تقوم بالمساهمة في إدخال المساعدات والبدء في إعادة الإعمار، أي الحديث عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. إذن صحفي من القاهرة محمد محي الدين، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا